عارف صاحبك اللي كل يوم في خروجة شكل وانت يا دوبك بتخرج مرة واحدة بس في الشهر؟ يا ترى ايه السر؟ الحقيقة لا انت كئيب بزيادة ولا هو فرهود على الفاضي، انتوا الاتنين زي الفل. الموضوع كله بيرجع لسمة من سمات الشخصية اسمها الانطلاق او الاكستروفيرجن. لو السمة دي عالية عندك فانت شخص طبيعتك انك ما بتحبش تفوت اللحظة الحلوة، بتحس بمشاعر الفرح والحماس اكتر واقوى بكتير من غيرك، وده بيخليك شخص منطلق مع الحياة وعندك طاقة ومليان بكل الحاجات الحلوة دي. اما بقى لو السمة دي عندك قليلة فانت شخص بتحب الهدوء، مش بتنبهر بسهولة، وتفضل الاماكن الهادية اللي ما فيهاش دوشة ولا زحمة، واكيد هتحب تقضي الويك اند في البيت. وعشان كده طبيعي جدا ان احنا نلاقي الخناقة المشهورة بين اي اتنين متجوزين، هي زهقانة من قعدة البيت والعيال وعايزة يخرجها، والبي عايز ينتخ في البيت. على فكرة مش لازم جوزك يكون كسول، هو بس تركيبته النفسية مختلفة. بس هل السمات دي معناها هو انا كده وان كان عاجبكم؟ واحنا بنتكلم عن الشخصية خليني اقولك 3 حاجات مهمين. اول حاجة ان انت تفهم نفسك صح وتتعرف عليها، تعرف بس ميولك التلقائية. تاني حاجة ان انت تتقبل ان دي ميولك التلقائية، مش حاجة حلوة ولا وحشة، هو ربنا خلقنا كده. وتالت حاجة هي انك تتعلم مهارات تساعدك تتعامل مع طبيعتك وميولك التلقائية دي بشكل يساعدك وما يضركش، فتبقى شخصيتك بتشتغل لصالحك مش ضدك. فانت لو درجة انطلاقك عالية هتكون مصدر حماس ونشاط وطاقة للناس اللي حواليك، ولو درجة انطلاقك قليلة هتبقى صوت الحكمة اللي بيفوق صحابك في الوقت المناسب. لو عايز تعرف اكتر عن باقي سمات الشخصية وتفهم نفسك اكتر اعمل لنا فولو علشان تتفرج على الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، سلام.